السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا بنات؟ يا رب تكونوا بألف خير ان شاء الله. النهاردة هنعمل فيديو حلو جدا. هنعمل فطير بطريقة حلوة جدا وطعمه حلو جدا جدا وكمان مورق. وعملناه ما خدش وقت غير ان العجينة ترتاح، وكدمنا العجينة كويس جدا، وهنعمله بطريقة سهلة وبسيطة. وكمان من غير ما تقعدي بقى تورقي والكلام ده، لأ خالص. هتعمليه بطريقة سهلة من غير ما يتعبك خالص، وإن شاء الله هيعجبكم. إن شاء الله شايفين اللون وشايفين الجمال حلو جدا. تعالوا إن شاء الله نشوف المقادير ونشوف الوصفة هنعملها إزاي. بسم الله الرحمن الرحيم. هقول كده المقادير وأنا شغالة. معايا ده معايا كيلو دقيق. تمام، انت بقى عايزة تكتري عايزة تقللي مفيش مشكلة خالص. حطيت عليهم نص صغيرة معلقة ملح وربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هقلبهم بقى كده مع بعض. ودلوقتي هضيف المية معايا هنا. دول حوالي كوبايتين ونص مية. هبدأ بيهم كده، وان احتجت طبعا مية تاني هضيف. طبعا انت هتحطي المية على حسب ما العجينة هتبقى معاكي كويسة. يبقى كده خلاص توقفي انك تحطي المية. فطبعا مش هعرف اقولك مقدار المية بالظبط عشان الدقيق ما بيبقاش زي بعضه. فأنا عجنتها أهوّة، وهاعجنها كويس جدًا، جدًا، لمّا تبقى بُصّوا يعني من 10 ل12 دقيقة، مش أقل من كده. هافضل أعجن فيها لمّا تبقى معايا زي ما أنا هاوريها لكم دلوقتي كده. المَيّة أنا دفّيتها، ما حطيتهاش من الحنفية على طول. لأ، أنا دفّيت المَيّة تدفية بس بسيطة كده، وبعد كده عجنت بيها. بتبقى حلوة عن ما تكوني حاطة مَيّة ساقعة، مَيّة من الحنفية يعني وكده. ف حلوة عشان العجينة ترتاح معايا وتبقى حلوة جدًا. أنا عجنت العجينة كويس جدًا، جدًا، شايفين ما شاء الله العجينة طرية وحلوة جدًا. وكمان حطيت بقى كده في البولة شوية زيت صغيرين كده بس دهنتها، وحطيت العجينة وهاسيبها ترتاح من نُص ساعة لساعة مش أقل من كده. أنا سِبتها ساعة ترتاح. خلاص كده أنا غطيتها وسِبتها ترتاح، ودي بعد ما ارتاحت بالشكل ده. هنبتدي بقى كده نشكلها. بس يا محمد. معايا كده صينية أحط عليها التقطيعة اللي أنا هاعملها، ودهنتها بالزيت. تمام كده. وهابتدي بقى كده آخد على قد يعني الحجم اللي أنا هاعمله. طبعًا لو هتعملي فطير كبير هتكبّري التقطيعة. لو صغير زي ما أنا هاعمله كده، هو ما كانش صغير، هو كان وسط، كان حلو جدًا. برضه الحجم اللي أنتِ تقدري تتحكمي في الحجم اللي أنتِ هتعمليه. الكيلو دقيق ده عمل معايا بالضبط 4 فطيرات، 4 فطاير. وكمان كل فطيرة عملتها ب7 وحدات من الكور اللي إحنا عملناها بتاعة العجين دي. خلاص كده أنا شكِّلت العجين أهو. قطّعته بالشكل ده كده كُلّه. وهادهنه كده زيت. هندهنه بس كده زيت عشان إيه وهنسيبه يرتاح شوية. يعني أنا سِبته تقريبًا نُص ساعة. أنتِ حابة تسيبيه زيادة عن كده تمام. من ربع ساعة لنُص ساعة. دلوقتي هاغطّي عليه وهاسيبه يرتاح نُص ساعة، وبعد كده هنرجع نشوف هنعمل بقى الفطير إزاي. خلاص كده يا بنات، أنا كده سِبت العجينة ترتاح نُص ساعة، ودلوقتي هنشكّلها مع بعض. معايا بقى الصينية، أي صينية بقى اللي أنتِ هتدخّلي فيها الفرن، بس يُستحسن يكون ألمونيا هتطلّع لِك الفطير حلو جدًا. هادهنها بقى زيت أو زبدة أو سمنة زي أي مادة دهنية عندِك هتدهني بيها كده الصينية اللي هتخش الفرن. هنعمله بطريقة سهلة جدًا. مش هيتعبِك خالص في فرده ولا أي حاجة. معايا بقى هنا دول شوية زبدة كده تقريبًا نُص كوباية زبدة. سيّحتها بس دفّيتها بس كده على النار. علشان كانت في التلاجة وكده، فأنا دفّيتها بس كده ساحت بس شوية زي ما أنتم شايفين كده. وضِفت عليها كمان ربع كوباية زيت. ما عندكيش زبدة يبقى هتحطّي سمنة على زيت.
ما فيش مشكلة خالص، فأنا حبيت أعمل بزبدة عشان بس هي بتطعم الفطير وحلوة جدًا، فأنا هاشتغل بيها. هي مش متوفرة عندِك ما فيش مشكلة خالص، هتعملي بزيت على سمنة. أوسّع بس كده عشان نبتدي بقى كده نفرد على الرخامة. طبعًا أنا هافرد على زيت مش هافرد على زبدة أو على سمنة، هنفرد كده على زيت. الزيت هيسهّل معانا الموضوع شوية في الفرد. شايفين العجينة مرتاحة، شايفين بتتفرد معايا بكل سهولة وحلوة جدًا. ما خدتش معايا وقت خالص. أهو، فردت بكل سهولة ما فيش مشكلة أبدًا. أنا هاورّيكم طريقة دلوقتي ممكن تعملوا بيها الفطير، لكن أنا مش هاعمله كده، أنا هاعمله بالطريقة التانية اللي أنتم هتشوفوها دلوقتي. حابة بقى تعملوه بالطريقة ديّة تمام، حابين تعملوه بالطريقة اللي أنا هاشتغل بيها تمام، زي ما أنت حابة. الطريقتين حلوين وسهلين برضه ما فيش فيهم مشكلة خالص. شايفين بقت رقيقة جدًا أهو، شايفين الرخامة من العجين أهي، رقّقتها جدًا بالشكل ده. ممكن بقى هندهنها بقى كده من الزبدة، من الدهان اللي إحنا عاملينه ده. دي طريقة ممكن تعملي بيها الفطير، تمام. هنتني كده من الناحية دي، وهنتني برضه كده من الناحية التانية، ونفرد ما نسيبش أي حاجة مكلكعة، وندهن دهنة من الزبدة. ممكن هنعمله بالشكل ده، ونفرد كمان ونحط جواه واحدة لغاية ما نعمل الطبقات اللي إحنا هنعملها، مثلًا 7 طبقات زي ما أنا هاعمل. كل واحدة هتفرديها تحطي جواها ديّة اللي أنتِ طبّقتيه، وفي الآخر واحدة هتطبّقيها برضه نفس النظام، وبعد كده هتفرديها في الصينية. أنا مش هاعمل كده، أنا بس حبيت أورّيكِ لو حابة تعملي كده. الطريقة التانية اللي أنا هاشتغل بيها دلوقتي حلوة جدًا وسهلة جدًا. أنا دلوقتي جبت كده حطيت أهو في الصينية. أفرد كده شايفين، حلو جدًا، مورق جميل جدًا، جدًا يا بنات بجد الطريقة دي حلوة جدًا. وسهلة جدًا، جدًا مش هتاخد معاكِ وقت خالص. أفرد واحدة كمان، نفس الطريقة برضه هنفرد على زيت. بتتفرد أهي بكل سهولة. معلش لو الفيديو طويل شوية بس أنا آسفة جدًا، بس علشان إن أنتم تشوفوا الطريقة كويس، والفطير يطلع معاكم ناجح، ويا ربنا يحسن ما بين إيديكم يا رب العالمين. خلاص كده أنا فردت أهو. وهاحط كده فوق التانية، أفرد كده فوق منها بالشكل ده. أنا هاعمل كل فطيراية 7 طبقات. كل فطيرية هاعمل 7 طبقات بالشكل ده زي ما أنتم شايفين. عايزة بقى تعمليها 5 تمام، تعمليها 10 تمام، تعمليها أقل وسط زي ما أنت حابة. بس الطبقات كانت معايا مضبوطة وحلوة جدًا. ما بين كل واحدة وواحدة هندهن دهنة كده من الزبدة، وهاشيل وأحط برضه كده نفرد كده فوق الطبقات اللي إحنا عملناها، لغاية ما نعمل عدد الطبقات اللي إحنا عاوزينها. تمام، هاخلّص بقى بقية الكمية بالشكل ده، وهنرجع نشوف هنعمل إيه تاني. خلاص كده يا بنات أنا خلّصت كده ال4 فطارات اللي معايا. شايفين بقى أنا هاعمل إيه بقى كده دلوقتي. شُفت الطرف ده هابتدي كده ألِمّه كده لجوّه. ما تقلقوش مش هتبقى تخينة ولا أي حاجة. طالعة مضبوطة وحلوة جدًا. بس كده. دلوقتي هابتدي أفرد بقى كده الفطيرة.
اهو. تفردي بقى كده السمك اللي انت حباه. طبعا نولع الفرن بقى يسخن كويس. إيه، انا اشتغلت في فرن البوتاجاز عادي، انت حابه لو عندك فرن غاز ولعيه برضو مفيش مشكله. إيه، زي ما انت حابه. طبعا الفطار هيستوي على نار عاليه. شايفين ما شاء الله الفطير مورق وحلو جدا والعجينه مظبوطه جدا جدا. إيه، اهم حاجه اخدمي العجينه كويس جدا علشان تطلع معاكي مظبوطه وناجحه معاكي والفطير يكون معاكي حلو. خلاص كده يا بنات انا فردت العجينه اهو. دلوقتي بقى هخلص بقيتهم وهدخلهم الفرن، وبعد ما يطلع من الفرن هنرجع ان شاء الله نشوفه مع بعض. خلاص كده الفطير وهو في الفرن اهو. شايفين الجمال بقى؟ شايفين الحلاوة حلو جدا. إيه مورق، شايفين قابب وحلو ازاي. طبعا انا النار عالية على الفطير. تمام كده. ودي الصينية التانية اهو. ده كنت دهنت وشها قشطة. اللي انا وريتها لكم الاول ما كنتش دهنه وشها قشطة. انا دهنت وش دي قشطة بالشكل ده كده. وحابة تحطي قشطة في النص ما فيش مشكلة خالص. وده الفطير بعد ما طلع من الفرن حلو جدا جدا بالشكل ده، سخن جدا ما كنتش قادرة اقطعه بصراحة، كان نفسي اوريه لكم ازاي هو مورق، بس بصراحة كان سخن جدا ما كنتش قادرة امسكه. وواخد اللون الذهبي الجميل ده من تحت بالشكل ده اهو. ده اللي انا دهنه وشها برضو قشطة. ما شاء الله الفطور حلو جدا. يا رب النهارده الوصفة تكون عجبتكم. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. واللي يجرب وصفاتي يكتب لي في التعليقات ويقول لي ايه رأيكم في وصفاتي، واللي حابب يعمل له اي وصفة يكتب لي وانا تحت امركم. ما شاء الله الفطور لونه حلو جدا اهو. واخد اللون الجميل ده ومورق جدا جدا، طبقاته حلوة جدا. ان شاء الله يعجبكم. يا ريت تعملوا لايك للفيديو، واللي مشتركش في القناة يشترك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واي فيديو انزله يوصل لكم. واشوفكم ان شاء الله على خير في وصفة جديدة. مع السلامة.